سلفتي قرفانة مني وبتقولي ريحتك وحشة، كل ده علشان غيرانة مني. وانا عارفة كل اللي حصل يا جماعة اني لقيت اصحابي كده بيتصلوا عليا بيقولوا لي احنا هنيجي بكرة ناكل عندك الفسيخ والرنجة. قلت لهم ايه ده؟ لسه شم النسيم يوم الاثنين، احنا متعودين كده ليلة شم النسيم بنتجمع كده مع بعض. قالوا لي مش هينفع لان بصراحة احنا موعدين امهاتنا ان احنا نروح نقضي شم النسيم عندهم السنة دي، مش كل سنة بقى نيجي عندك. فاحنا قررنا ان احنا نيجي بكرة وناكل معاكي الفسيخ والرنجة. قلت لهم بس كده تشرفوا. صحيت بقى من النجمة يا جماعة ورحت بقى اشتريت فسيخ ورنجة، وقلت بقى ايه اوضب بقى كده قبل ما يجوا. ولقيت سلفتي بتخبط عليا وبتقول لي اف ايه ده انت ريحتك وحشه كده ليه؟ قلت لها ريحه ايه يا حبيبتي؟ ريحتي انا وحشه ازاي يعني؟ قالت لي مش عارفه ريحه زفاره كده عندك. في ريحه ايه؟ قلت لها ريحه ايه؟ قلت لها انا جايبه فسيخ ورنجه. قالت لي اه علشان كده فسيخ ورنجه. قلت لها انت ما بتاكلهمش؟ ما بتجيش عندي وبتاكلي عندي الفسيخ والرنجه؟ فلقيتها سكتت كده. قالت لي بس مستغربه يعني هو النهارده شم النسيم انت جايباه النهارده ليه؟ انت جايباه قبلها بكام يوم ليه؟ ده لسه 3 ايام على شم النسيم يا بنتي. قلت لها كل اللي حصل يا حبيبتي ان اصحابي اتصلوا عليا وقالوا لي بدل ما هنيجي يوم شم النسيم احنا هنيجي ناكله عندك بكره. هي بصراحه بتسمع كلمه اصحابك دي وبتموت كده من الغيظ، بتبقى عايزاني ان انا كده اعزمها كده في وسطهم. فبصراحه اصحابي بيحبوا ان هم يعني ياخدوا راحتهم وبيتحرجوا ان هم يقعدوا كده قدام سلفتي ومش متأقلمين كده على بعض. فبخلي دايما مثلا انا وسلفتي كده في يوم تاني بنبقى ناكل مع بعض في يوم عادي، يعني مش شرط في شم النسيم. لكن اصحابي بصراحة يعني ما بنتقابلش كده مع بعض غير حوالي مرتين او 3 كده في السنة، لان هم في محافظات تانية. المهم يا جماعة بصراحة هي بقى لما انا قلت لها ليه ما بتاكلهمش يعني لقيتها سكتت وقالت لي طيب خلاص انا كنت نازلة كده بشوف عندك بس لو عندك ازازة زيت من بتاعة التموين علشان محتاجاه ضروري على بال ما اجيب التموين. المهم اديت لها ازازه الزيت كده وطلعت ودخلت بقى المطبخ. وعنكم بقى يعني ما تشوف الا النور. عايزه اقول لكم والله يا جماعه الفسيخ ده فظيع. ولا اقول لكم ايه، زبده زبده يا جماعه، حلوه قوي قوي بجد والله العظيم. انا بقيت كده يعني باكل منه كده باكل منه بالمعلقه. رهيب رهيب وعادي جدا وحلو قوي قوي. المهم قلت بقى ايه، يلا ابدا انا انضف الفسيخ. هعمل بقى منه فسيخ مخلي واحط كده في طبق وايه يعني هظبط بقى التظابيط كده على بال ما اصحابي يجوا. اللي وصل معايا لغايه دلوقتي بتمنى منكم تكتبوا لي كومنت كده محفز، ويا ريت كلنا نصلي ونسلم ونبارك على رسولنا الكريم كده في الكومنتات. وشايفاكي يلي لسه ما حطيتليش اللايك، حطي لي بقى لايك، خليكي جدعه، ها خليكي جدعه. ولو اول مره كده تشوفي فيديو ليا بتمنى منك انك تعملي لي اضافه وتعملي لي متابعه وتعملي لي لايك وكومنت حلو، وكلنا كده نصلي ونسلم ونبارك على رسولنا الكريم كده في الكومنتات. هنا بقى عملت طبق كده بالشطه، عايزه اقول لكم فسيخ بالشطه بس رهيب يا جماعه. حواليه بقى كده فلفل اخضر وكمان ليمون، وحطيت كمان بقى زيت مع شطه على ايه، على الفسيخ. هخلي بقى كام واحده كده واعمل كده كام طبق، علشان في اللي بيحب ياكل كده الفسيخ متنضف جاهز، وفي اللي بيحب بقى يقزقز كده ويمزمز كده في الفسيخ. فقلت اعمل 3 اطباق كده منهم. وبرده هعمل برده الرنجه، هعملها سلطه رنجه وايه. وقلت وافتح كده كام فسيخيه وانضفهم وافتحهم كده واسيبهم. المهم يا جماعه دخلنا بقى لمرحله الفسيخ، وبدات ان انا انضف كده ايه، ولسه ببدا ان انا افتح واحده كده وبنضفها. وقلت ايه يعني اخلص اللي ورايا كده تنظيف الفسيخ قبل ما هما يبقوا كده على وصول. وفجاه لقيت اصحابي بيتصلوا عليا وبيقولوا لي احنا مش هنعرف نيجي النهارده. قلت لهم نعم 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 من ما بقتش عارفه اتكلم. في ايه مش جايين النهارده ليه؟ طلع ان في واحده صاحبتي من ضمن صاحباتي دي عندها حاله وفاه مش هتقدر تيجي النهارده، واحنا عايزين كلنا كده متجمعين مع بعض. ولغوا بقى اليوم ده لتاني يوم. بس طبعا كنت نظفت كده فسيخ، وكمان كنت فتحت الفسيخيه دي كده ونظفتها، وكنت لسه بقى هكمل بقيه الفسيخ. ولما سمعت الخبر ده قلت طيب اعمل ايه اعمل ايه. كنت لسه بصراحة ان انا بفكر ان الفسيخ المخلي ده اخده كله كده في علبة واحطه في علبة يعني، واغطيه واقفل عليه واحطه كده في التلاجة.
والفسيخية المفتوحة ديت يعني ناكلها كده انا والعيال وخلاص. لقيت عيالي بيقولوا لي ابدا الفسيخية دي مش هتكفينا، وفعلا هجمنا كده على الفسيخية وكمان طبقين كده من الفسيخ اللي هو المخلي، وعندي يا دوبك طبق كده بالعافية. كنت عملت كمان بصل، وقلت بقى خلاص مفيش حل غير ان انا هعمل ايه، هبدأ ان انا الف الفسيخ والرنجة واحطهم كده فين، في التلاجة. ولما اتصلت على صاحبتي عشان كده اعزيها والله البقاء لله في حالة وفاة مين اللي عندك والكلام ده، لقيتها بتقولي لا بصراحة انا مش هعرف ان انا اجي ولا الاسبوع ده خالص، لان المتوفي ابن عمي وبصراحة صغير كده في السن، وانا مش هينفع ان انا اسيبهم، هبقى معاهم كل يوم. فاضطريت بعد ما كنت يعني هلف الحاجة كده لفة كده، يعني اللي هو احطهم بقى في كيس كده احطهم في التلاجة، اضطريت ان انا بقى ايه الف كل حاجة كده في ستريتش، وقلت يعني الحاجات دي في الفريزر كده للاسبوع اللي جاي، لان بصراحه صحباتي متفقين لازم كلنا كده نبقى مع بعض. وقولوا لي بقى انتوا بتعملوا ايه يوم شم النسيم؟ بتصوموا يوم شم النسيم، ولا بتخرجوا وبتتفسحوا وبتاكلوا فسيخ ورنجة، ولا بتقضوا اليوم بتاعكم ازاي؟ وبتقضي بقى اليوم لو اليوم ده بتاكلي فيه فسيخ ورنجة بتقضيه كده مع مين؟ مين اللي بتحبي تاكلي معاه فسيخ ورنجة؟ حتى لو مش شرط يوم شم النسيم، عامة يعني أكلة الفسيخ وأكلة الرنجة اللي كلنا كستات كده بنعشقها، بتحبوا كده تاكلوها مع مين؟ وطبعا عشان احافظ على الفسيخ زي ما انتوا شايفينه كده، بدات ان انا اجيب الاسترتش رول وابدا احط كده شويه ملح خشن، وبدات احط كده الفسيخيه والف عليها زي ما انتوا شايفين كده، واقفل عليها كويس جدا جدا، ومسكت فسيخيه برضو، وهبدا ان انا احطهم بقى كلهم كده في كيس واحد، واحطهم كده ايه في الفريزر، وهغلفهم كويس جدا كده مع بعض. بس قرب ما هيجوا هبقى انزل اجيب برضو كده ايه حوالي، لان طبعا عيالي برضو هياكلوا، فبنزل اجيب كده 3 فسيخات كمان كده عليهم ولا اي حاجة. بس قلت علشان لو انا سبت الفسيخ بره او سبته كده في التلاجة، لانه لفترة اسبوع فطبعا مش هينفع، يعني ممكن يحدق معايا، وممكن كمان ان هو يعني ريحته تطلع او يبقى له ريحه مقززه او كده. فقلت الاحسن الحل ان انا الفه بالملح والفه كده بالستريتش رول واحطه كده في الفريزر، وقبلها بيومين هبدا اشيله من الفريزر واحطه في التلاجة، ويومها اقوم جايه شايلاه كده من الصبح من التلاجة، اطلعه بقى على الرخامه، وعلى الظهر ابدا ان انا كده انضف الفسيخ، واكون جبت كملت عليه فسيخ كمان. قولوا لي بقى كده في الكومنتات بتحبوا تاكلوا اكله الفسيخ مع مين، وبتقضوا شم النسيم ازاي؟ انا هنتظر منكم رايكم كده في الكومنتات. وعايزه اقول لكم بجد انا بشكركم على التفاعل اللي موجود على الصفحه في الفتره الاخيره، بجد مفرحني وبسطني، ربنا يفرح قلوبكم يا رب، وربنا يبسطكم، وبجد بجد انا بحبكم. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.